السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغل النهاردة غير كل مرة، شغل النهاردة مختلف، وان شاء الله هتشوفوا النتيجة هتبهركم بإذن الله. ده الشعر عادي خالص من غير بروتين ولا صبغة ولا اي حاجة في الدنيا. النهاردة هنشتغل بشغل بروتين بس، حاجة فاخر من الاخر. النهاردة هنشتغل بالكافيار، الكافيار اللي هيضرب نار. ده الشعر بعد ما صبغناه وحطين عليه البروتين وهنسيبه ساعة. شفتوا الوقت قبل البروتين خالص وبعد ما حطينا عليه الصبغة والبروتين. وده شغل النهاية بعد ما خلصت خالص. تعالوا معايا بقى خطوة بخطوة، هنشوف ازاي وصلنا للنتيجة دي، ونشوف عملنا كده ازاي، وهنشوف نتيجة الكافيار الجبار. مفيش حد بيع يعني. بصوا، الكافيار ده احلى واغلى وانضف شغل بروتين ممكن تشوفوه. ده شغل الكافيار بعد الكبس، بعد ما حطينا البروتين وبعد ما عملنا الصبغه، والصبغه عاملينها حاجه نظيفه كمان، مش اي صبغه بنعملها، صبغه نظيفه وغاليه ومبتهيش الشعر ولا اي حاجة. برضو ده عملنا جزء وكان لسه بس الجزء الاخراني ده، بس انا قلت اما اوريكم بالخطوات على الطبيعة. ده شايفين ما شاء الله الشعراية حاجة كده خفيفة ونظيفة، ومفيش بقى تقصف ولا حاجة شعراية واقفة ولا اي حاجة تحسي ان انت اصلا مش عاملة صبغة ولا اي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، تتهنى بيه يا رب. حاجة نظيفة وبرضه في متناول الجميع يعني. اما بنقول الكافيار اللي هيضرب نار والشغل النظيف والشغل الفاخر ومن الاخر، وبرضه في متناول الجميع، برضو على قد ايدك وتقدر ان انت تعمليه، وحاجة يعني مش غالية عليكي، تقدر ان شاء الله ان انت هتعمليه ان شاء الله. بس اي حد محتاج يتواصل بس معايا، وان شاء الله محتاج الفرد او محتاج ان هو يعمل بروتين نفس النوع، ان شاء الله يتواصل معايا وانا اعمل له اللي هو يعني ايه اللي هو محتاجه. ده بعد ما خلصناه بقى كبس خالص ولسه هنروح بقى نغسله. ده بعد ما يعني لسه المادة عليه بس ما غسلناهوش، برضو هنغسله. انا حبيت برضو ان انا اوريهولكم بعد شغل المكوى. وزي ما انتم شايفين كده ما فيش تقصيف ولا هيشان ولا اي حاجة. عملنا عملنا صبغة وعملنا كمان البروتين وهنغسله بقى اهو. طبعا ده بعد الغسيل، وحبيت انا اشوفه بالاستشوار لان ما ينفعش ان هي تمشي. غسلته بالشامبو وبالبلسم. ودلوقتي طبعا ما حطيناش السيرم عشان هي كانت اشترت منه السيرم وعانته يعني. وده اللي بعمله لكم دلوقتي، ما حبيتش ان انا احط سيرم عليه، حبيت ان انا اوريكم السيرم، اوريكم الشعر من غير سيرم ومن غير فلتر ومن غير اضاءة عالية ومن غير اي حاجة. ده شغل على الطبيعة. شايفين ملمس الشعراية والله. الكاميرا كمان ما جابت الحقيقة كاملة. بجد الكاميرا ظلمة الشعر كمان يعني. بجد حاجة كده يا رب تتهنى بيه يا رب، اللهم امين. بتمنى بقى لو كل اللي يعجبه الفيديو ينزل يحط لي اعجاب ويشترك، يحط له لايك ويشترك في القناة وفعل الجرس، وتواصلوا معايا. اي حد عنده مشكلة في الشعر يقدر يتواصل معايا. اي حاجة تخص البشرة او الشعر، كلمينه بسرعة، سبيلي تعليق وانا ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون دايما عند حسن ظنكم، وكونوا برضو استفدتوا من الفيديو. ويا رب يا رب يا رب تتهني بيه يا حبيبة قلبي. وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة، وان شاء الله طول العمر في خير وسعادة وهنا. ويا رب عقبالكم كده يا رب تحققوا اللي انتوا بتتمنوه. واي حد نفسه يعمل شعره ويشوف النتيجة الحلوة دي يكلمني، وانا ان شاء الله تحت امركم كلكم، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة